واجهة الوداد المحلي الذي يمر بأزهى مراحله، لكن المهمة لم تكن سهلة أمام رفاق الحارس بالرفان الذين عززوا مواقعهم بالتحكم في الكرة وأبطلوا مفعول مهاجمي تلمسان، في حين وفق الحارس معزوزي في إيقاف زحف الزوار الذي برز من خلال ضغط اللاعبين قادري بالأخضر وطييبة في العديد من المحاولات، غير أن لاعبي الفريقين لم يكن بمقدورهم تقديم ما كان منتظرا منهم، وأقاموا شراكة في اللعب الممل الذي ميز الشوط الأول المنتهي بنتيجة بيضاء 0 لمثله. الشوط الثاني انتعش فيه اللعب بشكل محسوس، وهذا ما لوحظ من جانب المحليين الذين كشفوا عن نواياهم لإحداث الفارق، وفعلا وصلوا إلى شباك الحارس بالرفان برأسية اللاعب سامر في الدقيقة 48. الرد من العلمة كان عن طريق توغلات كروية شكلت خطورة على مرمى معزوزي لكن دون أي تأثير، وفي الدقيقة 67 المهاجم أندريا وفي كرة ضائعة ضاقت به المرمى بما رحبت أمام حارس متألق. العلمة كانت أكثر حضورا في هذه المحاولة، والعارضة تحالف حظ الحارس معزوزي في الدقيقة 80 أعقبتها رأسية كادت أن تحسم هدف التعادل، وبعدها بدقيقة واحدة وإثر هجوم معاكس اللاعب الملغشي المستخدم من نادي بارادو أندريا يضيف الهدف الثاني لصالح وداد تلمسان الفائز بنقاط هذا اللقاء.